يا عايزاكم بطاطس محمره. ما انا لسه عاملين الحلقه اللي فاتت بطاطس محمره من علوم الطبخ وعجبت الناس كلها وجربوها وبعتوا لنا في الرسائل وقالوا دي احلى بطاطس محمره عملوها في حياتهم. لا بس بقى انا عايزه بطاطس محمره في الصيام، اكل ما اعطش. بص هي علوم الطبخ بتقول لازم تقللي كميه الاملاح، لازم تقللي كميه الزيوت. كانك بتعملي بطاطس دايت. بطاطس دايت. اعملي بطاطس دايت يا ست الكل. طب ما تورينا الطريقه، قول لنا التركه بتاعتها. التركه بتاعتها انا هقول لست الكل ازاي تعمل تركه، انا هقول لها على كام معلومه تاخد بالها منها. جيبي البطاطس تقطعيها سبحانه 3 دقائق تحطها في ميه مغليه بتسلقيها، شويه ملح وخل بساط قوي 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 وانت بتسلقي. تمام تخرجيها من السلقه. انا عارفه الخطوه اللي بعدها. ايه؟ حطها في ميه ساقعه. ليه بقى؟ قولي لي بقى ليه حطها في ميه ساقعه؟ ها؟ علشان تمسك نفسها شويه. عشان تمسك نفسها شويه؟ ده اسمه علوم طبخ ده؟ بتنزل النشا اللي فيها. ايوه بننزل النشا. والله سقف ليا، والله سقف ليا. ده انت والله الكلام اللي بتقوليه احلى من العروض العلميه اللي احنا بنعملها في شارع العلوم. لا مفيش حاجه احلى منها بصراحه. الصراحه يا جماعه انتوا لو شفتوا ذا جريت ساينس شو بتاع شارع العلوم والله العظيم هتنبهروا. المهم نكمل الوصفه يلا. تمام. انا دلوقتي حطيتها في ميه ساقعه عشان تنزل النشا. بعد كده بقى ايه بنحطها نرصها في صينيه كده على ورقه كلك عادي جدا او ورقه زبده. ورق اللي هو بيخش في فرن يا جماعه، ورق الزبده. تمام انا اسف. ورق زبده بسيطه جدا، احنا عايزين نقلل الزيت قدر الامكان. دي لو طلعت ونجحت هتبقى اختراع. يعني كل يوم سحور بطاطس. كل يوم سحور بطاطس. عدى نص ساعه وباسهل طرق طلع ايه بقى؟ البطاطس سخنة خالص سخنة خالص. ها شكلها حلو يا سخنة حبتين. طب والله جامدة ومش حاسس بطعم الزيت خالص. والله حلوة على فكرة. I would eat this every day. بصراحة البطاطس المحمرة لا تقارن بأي حاجة في الدنيا، بس دي أقرب حاجة بأقل كمية زيت وأقل كمية ملح. عايزين جامدة، بس ده أحسن حل بصراحة رمضان. تمام؟ أعملها. هي البطاطس المحمرة. هم يقولوا لنا في الكومنتات تحبوا يا جماعة ما تيجي تطبخوا وتجربوا البطاطس المحمرة وتجربوا البطاطس دي، قولوا لنا مين فيهم أحسن وتحبوها. شمتة من علوم شارع العلوم.